طليقة فؤاد قبيبو نجلاء غرس الله ترد على تسريباته. إليكم التفاصيل بالفيديو. فقد خرجت المؤثرة التونسية نجلاء غرس الله عن صمتها، ونفت كل ما تم تداوله بخصوص تسريبات تسجيلات طليقها مهندس الديكور فؤاد قبيبو بخصوصها. وقالت نجلاء عبر خاصية القصص القصيرة: وصلني مؤخرا ما يتم تداوله على اليوتيوب، وأنا بطبعي لا يهمني كلام الناس ولا الدخول في مشاكل مع أي شخص، لكن عندما يصل الأمر إلى سمعتي وشرفي هنا أتكلم. وتابعت نجلاء: أنا امرأة أم عزباء، أربي ابني بكل حب بعيد عن المشاكل والأضواء، ومع ذلك أجد نفسي أحيانا وسط قصص لا علاقة لي بها. وأضافت: أود أن أوضح أن ما سمعته عني لم يحدث فقط، ولم أكن يوما في ذلك المكان الذي يتحدثون عنه، ولا أعرف حتى الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم. هذه القصة مختلفة تماما ولا تمت لي بأي صلة. واسترسلت كلامها: أنا من عائلة محترمة وتربيتي قائمة على الأخلاق والقيم. عائلتي وشرفي هما أغلى ما أملك، وهما فوق كل اعتبار. وفي الختام قالت نجلاء: أنا تونسية الدم مغربية الروح، وهذا المزيج يجعلني أرفض الظلم بكل أشكاله، وخاصة إذا تعلق الأمر بالشرف. أرجو من الجميع أن يتقوا الله قبل أن يتفوهوا في أعراض الناس. يشار إلى أن التسجيلات المسربة المنسوبة لفؤاد قبيبو زوج عارضة الأزياء المغربية ابتسام باطمة أحدثت زوبعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر أن الأمر تجاوز حدود الخيال، وبين من يرجح فرضية أن التسجيلات مفبركة. وفي ظل هذه الأزمة التزم كل من فؤاد قبيبو وزوجته الصمت، حيث لم يخرج بأي تصريح حول القضية.